تخيل أن يجتمع كل هؤلاء في فريق واحد. من متابعي كرة القدم على مستوى العالم كان يتخيل أن هناك ناد كاد أن يجمع بين الأسطورتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في فريق واحد؟ في هذا الفيديو ستتعرفون على هذا النادي الذي حاول ضم كريستيانو رونالدو حينما كان لاعبا في صفوف سبورتنج لشبونة قبل الانضمام لمانشستر يونايتد، كما حاول نفس النادي ضم ليونيل ميسي في نفس العام قادما من شباب برشلونة، لكنه فشل في الأمرين. النادي الذي كان سيجمع بين صفوفه الثلاثي ميسي ورونالدينيو ورونالدو إذا كان نجح في ضم رونالدينيو في سن 20 عام، لكن قواعد الدوري الإنجليزي منعت ذلك لعدم مشاركته بعدد كافي من المباريات رفقة منتخب سامبا قبل انضمامه للدوري الفرنسي. حضر كريستيانو رونالدو رفقة الوفد المصاحب له في ملعب الإمارات، ملعب نادي أرسنال الإنجليزي، في عام 2003 لإتمام انتقاله للنادي اللندني قبل أن ينجح السير أليكس فيرغسون في خطف الصفقة. في نفس العام كان المدير الفني أرسن فينجر يحاول التعاقد مع الشاب الأرجنتيني ليونيل ميسي من شباب برشلونة رفقة فابريجاس، حيث صمم ليونيل على البقاء في برشلونة فيما غادر فابريجاس للأرسنال. أرسنال الذي كان قريبا جدا من تكوين أقوى فريق في تاريخ كرة القدم، ففي 2007 جماهير أرسنال كانت أيضا على موعد مع ثنائي تاريخي آخر حينما كان الفريق قريبا من التوقيع مع النجمين يايا توري وجاريث بيل قبل أن ينضم الأول لبرشلونة وينضم الثاني لتوتنهام الإنجليزي. ولا يعلم أحد لماذا لم ينجح انتقال نغولو كانتي الأرسنال بعد أن اكتشفته العين الخبيرة لدى الفريق في 2015 قبل أن يلتفت له ليستر سيتي ويوقع مع اللاعب. أرسنال المتمرس في استقطاب المواهب من الدوري الفرنسي كان أيضا قريبا من الحصول على توقيع إيدين هازارد في عام 2012 قبل أن ينضم النجم البلجيكي لصفوف تشيلسي الذي حرم أرسنال أيضا من ضم زميل هازارد في المنتخب البلجيكي روميرو لوكاكو في عام 2011. الصادم لجمهور أرسنال أن الفريق كان قريبا أيضا من ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي في 2018 قبل أن يمدد عقده مع نادي موناكو. فيا ترى هل كل هذا سوء توفيق لجمهور أرسنال أم سوء إدارة من النادي؟ والآن أخبرونا في التعليقات من منكم يعشق نادي أرسنال.